السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم طريقه كيفاش تخدموا الطرشي، وكيفاش تخدموا يعني طرشي الحلو، وكيفاش تخدموا الحار. جبتها لكم على طريقتي، بالك اي وحده مبتدئه ما تعرفش ديروا. جبتها لكم بالتفصيل حتى اللي تعرف ديروا، بالك تعجبك الطريقه تاعي. نبداو بسم الله على بركه الله في الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. وقبل ما ندخلوا في الفيديو نقول لك الناس الاول مره تشوف قناتي، نقول لك خلي لي جام اشتراك وتفعيل الجرس باش يحقق كل ما هو جديد. لهنا بالنسبه للطرشي الحلو، هو شوفوا كيفاش يجي الحجم تاعو، يجي هذاك الخشين الملحم. تجي القشره تاعو شويه خشينه، والداخل يجي ملحم. شديت غسلته مليح، نحيت له كامل هذاك الغبار، يجي موسخ بزاف يا البنات، فيه الغبار بزاف. نتوما سايو كيفاش تغسلوه مليح، حكوه هكايا بحبل اللي يكون شويه رقيق وماشي هذاك الحبل الخشين، وخلوها تقطر. ومن بعد تشدوه قصوه كامل هذاك شغل كاريات صغار، ونحوا له هذيك الزريعه، ونحي له هذيك القشره اللي تجي بيضه من الداخل باش ما تلقناش المروريه، وزيد يجينا حلو. لهنا بعد ما كملت نقيته قطرته وخليته يتواسى، رحت درتو ديريكتومون في كسكاس وخليته ايفور حتى يهبط لي شويه شغل هذاك الكسكاس كي راه معمر. من بعد كي يفور لي راح يهبط شويه في الحجم، مش راح يقعد هكاك خشينه. راح نزيد نكمل الكميه هذيك اللي في الباسينه اللي كنت تشوفوا فيها في هذاك الليان، راح نكملوا كامل هذيك الكميه. لا بالنسبه للحار راح نديرلو كاين اللي خلط درسه مع الحار يطيب كلش على جه، انا لا. بالنسبه للدرسه نوريكم كيفاش نقيت الحار وكيفاش نقيت تاني الطرشي. شوفوا كيفاش درتلو، نحيت له كامل هذيك الزريعه هذاك القشور الابيض باش يجينا هذاك الطرشي بنين. وبالنسبه للحار شوفوا راني نوريكم الحار نحكم نقص الحبه على زوج، ونحي هذاك الزريعه ما نحياش كامل الزريعه فين تطلق لنا هذيك الحروريه، ونقص الحبه على زوج ونديرهم. بيان سور هذا الحار كنت شللته، انا لهنا عندي كميه تاع 2 كيلو، ما من طرشي 2 كيلو تجيكم تقريبا باطا ونص. انا لهنا استعملت له واحد تاع طرشي مع 2 كيلو تاع الحار. هذه هي الطريقه كيفاش نقيتهم وكيفاش واسيتهم. بالنسبه للحار ننصحكم تستعملوا ديروا ليغون ولا سينو، راح يقتلكم في يديكم وراح يحرقكم بزاف. انا لهنايا كنت الضربه الاولى استعملت ليغون، مي هادو الحبات خليتهم لكم جوست باش تشوفوا كيفاش نقيتهم وكيفاش واسيتهم. قلت لكم شوفوا بعد ما فارلي راح يهبط الحجم تاعو، من بعد راح نزيد نكملوا هذيك الكميه اللي بقات نديرها له من الفوق. راح نخليه يفور حتى نشوف كامل هذاك الطرشي تاعي طرا، ونحسوا بلي شغل يذوب والقشره طير وحدها. لهنا بكري كانوا يديروا بهذيك الرحيوه تاع الطوماطيش اللي تنحي القشره وحدها ويهبط الطرشي غير من تحتها، مي انا لا نحب نطحنها مليح في الربو هذا ولا في الاشواغ حتى تختفي كامل هذيك القشره وتولي كامل ما تبانش. انا نشوف ونبقى غير نواسي حتى نشوف بلي القشره ماهيش تبان. انا كيما هذا الروبو يرحيني مليح، يعني ما يخليليش كامل القشره هذه العيانه ولا. لهنا شوفوا راني نرفد ونشوف تحسوها كشغل طوماطيش مصبره. لهنا شتب مازالها مخصوصه، راح نزيد نرحيها حتى تلحق لكم القوام اللي راكم حابينه. بعد ما كملت هذه الكميه راح ندير ذكايا الحار يزيد ايفور ما بيد نكمل نواسي هدايا. شوفوا الطرشي تاعي انا دائما نحب ان نشفو من الماء، ما نخليش بالماء تاعو باش يجيني فريمون كونسونطري، ما يجينيش شغل مايه ولا. راح نشفو من الماء نديرو هكايا في قدره تكون ثقيله، ونقصلو النار كاع واش كاين، ونبقى نقلب في هذاك الطرشي حتى ينشف لي كامل من الماء. ومن بعد تحسوا بلي اللون تاعو شويه تغيري شغل يتفونصا شويه. دوك تشوفوا كيفاش يولي. كيما راك تشوفوا نبقى ندي فيه ونجيب ندي فيه ونجيب، نساي نحيلو كامل هذاك الماء نشفو مليح. طريقه الصنع تاعو بزاف سهله، ويعني بالخف توجد ليه برك الواحد يحترم شغل المقادير، ويحترم شغل كيفاش ينشفوا كيفاش يستحفظوا به، لاباط تكون لازم بروبر ايتو. ان شاء الله راح تنجحوا فيه ويعجبكم.
لهنا شوفوا راه بدا يواسي معايا، من داك ونروح نقلبو باش ما يلصقوليش وما ينحرقليش ثانيك، يعني عيني عليه. ومام كي ديروه يفور يعني سايو كيفاش القدره تاعكم تكثروا لها شويه الماء، باسكو هذا الطرشي شويه يطول، قادر ينشف لكم الماء وثانيك راح تنحرق لكم وتشد لكم من تحت. لهنا راني نبقى نقلب فيه هكايا حتى نشوف بلي القوام تاعو شويه ثقال، وكي ندير خط ما نشوفش هذاك الماء ولا ما نشوفش هذا الطرشي الاحمر ما نشوفوش بلي خفيف. شوفوا كيفاش نحسو ثقيل، وكي ندير هذاك الخط ما يعاودش يولي مع بعضه. لهنا انا كنت استعملت هاد لي بواط لهنا راهم معقمين، غسلتهم قطرتهم خليتهم يقطروا مليح، من بعد نشفتهم مليح بطرشونه اللي تكون فريمون تنشف باش ما تبقى لي فيها ولا قطره تاع الماء. فوالا بعد ما حكمت هذاك الطرشي تاعي وكان طابلي، شديت راني نعمر فيهم هكايا في لي بواط اللي تدخل وحده الكونجيلاتور وحده نخليها تحت الفريجيدير. نورمال نستعملها هاد الايام اللي نسحقهم، والاخرى نخبيها في الكونجيلاتور. شوفوا القوام تاعو كيفاش يجيك شغل كيما طماطيش المصبره، برك شويه مختلف عليها في الذوق في البنه، وزيد هذا يجي صحي وما يجيش هذيك ما يعطيش في الماكله تاعكم هذيك القروسيه تاع الطماطيش، وزيد تجي ماكلتكم بنينه ويخطرها ويجي كراف بنينه. لهنايا كيف هذا كتبت فيه طرشي باش نعرف نفرق ما بيناتهم، سورتو كي نديرهم في الكونجيلاتور. هذه اللي حنخبيها كتبت فيها، اما الاخرى ما كتبتش فيها، وهذه تاع الحار كتبت فيها حار، اما الاخرى خليتها هكاك، خليتها يعني حنستعملها ونعرفتها بلي طرشيه ونقدر نذوقها ثانيك. كيما راكم تشوفوا راح نخلي هاد كوتي قيس ما يزيد يوجد لي هذاك الحار. كيف شديت خليته فار، بعد ما فار لي رحيته، من بعد ما رحيته درتو في هذيك الطنجره خليته فانيك حتى نشف لي مليح من هذاك الماء، نحيت له كامل هذاك الزيت تاع الماء وراني ندير فيه هكايا في لاباط كيف تكون معقمه، تكون مغسوله منشفه مليح، ودرت فيه كامل هذيك الدرسه تاعي ولا الحار. جابت لي انا اون بواط تاع الحار، يكون ماشي الحار ما يكونش زاكي على الطرشي كيما الطرشي يجي ملحم، تجي حبه كبيره، ماشي كيما الحار. الحار خرج لي باطا، وقولي الباطا الزوجه ناقصه منها قولوا ربع هكاك، والباطه الثانيه كانت تاع الحار. كيف هادو زوج راح نخبيهم في الكونجيلاتور، وقت ما نسحقهم نجبدهم ونستعملهم عادي. بالنسبه للطرشي تقدروا تستعملوا اي حاجه تكون حمراء، تكون كيما شطيطها، كيما الوصفه اللي قبل عطيتها لكم تاع الزيتون، فانا قدرت لكم فيها طرشي ودرت لكم فيها هذه الترسه، جات بزاف بنينه. راح نخليكم الرابط تاعو للناس اللي مازال ما شافتوش الوصفه تاع الزيتون اللي كنت استعملت فيها هذا الطرشي والحار. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم واستفدتوا لو كان غير شويه. انا مبقى لي نقول لكم تبقاو على خير ولا فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسونيش في الجيم الكومنتار والضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، وبقاو على خير.